دام عيد الأضحى جاي، كبسة هندية فاخرة لعيونكم. وشو ركزوا لي على تكنيك الطبق مرة حلو. عندي اللحم نعيمي، اللحم قلبته بدون زيت، أضيف شوية بصل، ثوم، زنجبيل، فلفل أخضر بدون أي بهار، وأضيف عليه الحين موية. بهارات صحيحة أنا رتبتها للكبسة المميزة عندي، بكتبها لكم تحت وانتو اللي متوفر ضيفوه. قبل ما أضيف البهارات كنت شايلة الريمة، الحين أغطي عليه لين يستوي اللحم. استوى اللحم 3/4 استواء، رفعت الشوربة عشان أطبخ فيه الرز نص استواء. راح أبدأ أضيف الزيت، بهارات بكتبها تحت، ثوم، زنجبيل، معجون، وبصل. قلقلت اللحم، أضيف زبادي، قشطة، حليب جوز الهند، وشوية فلفل أخضر. ما شاء الله، شوفوا اللحم كيف تسبك. وهنا الرز بخليه يستوي نص استواء بنفس شوربة اللحم. رز نص مستوي، كزبرة، نعناع، بيبي طماط، وعصرة ليمون وليمون. اغطي عليه لين الرز يكمل استواء. يا جماعة ايش رايكم؟ حلو ولا مو حلو؟ لازم تجربوها وتعطوا